النهارده هقول لكم على اسهل طريقه عيش جميله وسهله وبسيطه جدا، مكونات سهله جدا. هنجيب كيلو، ده كيلو وربع دقيق، عليه معلقه صغيره ملح ومعلقه كبيره خميره. بس دي المكونات اللي انا هحطها الجاف، مش هحط اي حاجه تاني. وهنزل بقى بالميه تدريجيا لحد ما انا احس ان خلاص انا كده خلاص. هي ملهاش معيار محدد، انت اللي هتحسي بالعجينه في ايديك. العجينه مش بتبقى ناشفه قوي ولا بتبقى طريه قوي، يعني متوسطه كده. هفضل بقى احط كده في ميه لحد ما انا احس ان خلاص كده إيه هوقف ميه. بس كده كنت بحط، وقفت بقى ميه ونزلت عليها بايديا. لو عندك عجان ممكن تعمليها برضو بالعجان، انا عملتها على ايدي. كده العجينه كده بدات بقى خلاص تلم. لميتها كلها ونقلتها في طبق تاني علشان تتخمر. كنت اتخمرت، كنت مغطيها بكيس. هنا لما اتخمرت لزقت في الكيس، دلوقتي كده كنت بشيل الكيس. شلت الكيس، وبعد كده بقى طلعت الهواء من العجينه عشان هي اتخمرت كويس، فطلعت الهواء منها. وبعد كده بقى قطعتها. الكيلو وربع عملوا معايا حوالي 20 رغيف، او كانوا 19 رغيف بالظبط، يعني كانوا 19 رغيف بالظبط. بس كده كنت بقطع، بنتي كانت بتقطع معايا. قطعناهم بقى كده وحطيناهم على الصينيه. وبعد كده سبتهم يرتاحوا شويه، وفردت بقى. فردتهم كده على الرخامه. وبعد كده بقى ما ولعتش البوتاجاز الفرن ابدا. انا عملت كل الحاجات دي، كل العيش ده على البوتاجاز من فوق. عندي صينيه حاطه على البوتاجاز، وحط بقى عليها العيش. كان تحفه وكان جميل جدا، ما شاء الله ما شاء الله. كان طعمه جميل والله العظيم، وان شاء الله تجربوه. يا رب لو جربتوه تكتبوا لي في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. ده بقى كان شكله هو على البوتاجاز. كده بقى حطاه على البوتاجاز. بس خلاص كده كان على البوتاجاز من فوق. ما شاء الله كله كان بالمنظر ده. شكله روعه وجميل جدا جدا جدا، وطري قوي قوي قوي. طري، ممكن يتعمل سندوتشات، ممكن يتاخد في المدرسة. ممكن لو انت عايزة تفطري بيه، لو ما عندكيش عيش، لو العيش خلاص فجأة. اي حاجة. انا كان والله مش عندي عيش، فقمت عجنته وعملته. ما شاء الله طلع معايا كمية عيش جميلة. ويا رب تجربوه ويعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.